سلام بنات، نتمنى تكونوا بالف خير وعلى خير، ومرحبا بكم من جديد في قناه شوات ومآسي. غادي نشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو بيتزا المطاعم، واحسن بمليون مره على اللي كتباع في المطاعم. فواكه البحر كتجي رائعه بعجينه اللي هي اقتصاديه وبدون دلك ولا مجهود، والنتيجه رائعه جدا. كتجي رطبه ومقرمشه في نفس الوقت ومعلكه، وبحشوه اللي هي لذيذه بزاف، مع جميع الاسرار والنصائح باش تنجح معكم. انا اكيده ان شاء الله اذا جربتوا هذه البيتزا غادي ترجع معتمده عندكم. فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وما تنساوش لايك الفيديو اللي عجبكم اكيد. بالنسبه للعجين غادي نحتاجوا 500 غرام من الدقيق الابيض الفرص، ملعقه صغيره من خميره الخبز حبوب، نصف ملعقه صغيره من الملح، ما كثروش من الملح، عجينه بيتزا ما كتبغيش تكون مالحه لانه كنضيف واحد الكميه كثيره من الجبن من بعد، والجبن معروف كيكون مالح. 2 ملاعق كبيره من زيت البلديه، ملعقه صغيره من العسل، ممكن تعوضها بالسكر. وغادي نحتاجو ايضا 2 كؤوس العنبه من الماء الدافئ، ما يكونوش عامرين. المهم نتوما غادي تضيفوا الكاس الاول والكاس الثاني غتضيفوه بالتدريج حتى تحصلوا على عجينه تكون رطبه وخفيفه نوعا ما وكتلاصق في اليدين. صافي العجينه كيف شفتوا معايا ما كندلكوهاش، غير كنجمعوها فقط وكندهنوها بشويه الزيت ونغطيوها مزيان بالسلوفان ونخليوها تختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها، على اقل واحد 3 ساعات الا كنتم مزروبين عليها. والا كان عندكم الوقت من الاحسن تعجنوها بالليل وتخليوها ليله كامله غير في المطبخ. هاد الطريقه غتوفر لكم الوقت وكذلك تعطيكم نتيجه اللي هي رائعه جدا. بالنسبه للبنات السر الاول في نجاح البيتزا هو العجينه خاصها تختمر مزيان مزيان. صافي هنا من بعد ما كيختمر معنا العجين، انا هنا خليته غير 1 2 ساعات. غادي نقسم دابا العجين على 4 كرات. هاد القياس اللي عطيتكم كخرج منهم 4 بيتزات. كنفرغوا من العجين داك الهواء اللي كيتكون فيه وكندهنوا يدنا بشويه الزيت وكنشكلوا كويرات نفس الحجم وكنوضعوهم في صينيه. من بعد ما كنرشوها بشويه ديال الفينو او الدقيق الابيض على حسب نتوما باش غتبغيو تقرصوها، وكنرشوهم حتى من الفوق واحد شويه ديال الفينو باش ما كطلعناش داك القشره من بعد على العجين. صافي وغادي نستمر حتى نشكل الكويرات ديالي كاملين ونطلقها. من بعد ما كنشكلوا الكويرات ديالنا غادي نخليوهم يرتاحوا او يعاودوا يختمروا بما نوجدوا الحشوه واحد لمده ساعه. هاد الطريقه غتعاوننا ان العجينه ديالنا فاش نجيو نقرصوها تطلق معنا بسهوله وما تعذبناش، وفي نفس الوقت غتعطينا نتيجه اللي هي رائعه. بالنسبه للحشوه اول حاجه غادي نوجدوا صلصه بيتزا باش يلا تبرد معنا. غادي نحتاجوا فيها 3 حبات من الطماطم تكون كبيره، ومن الاحسن تكون طماطم اللي هي حمراء باش تعطيكم اللون وكذلك المذاق احسن. غنضيف عليهم 3 الفصوص من الثوم وحربية البصله وفلفله وحده صغيره تكون حمراء، ونضيف معهم واحد نصف كاس من الماء وغادي نغطي على الكل ونخليهم حتى يتسلقوا واحد شويه على نار مهيله. من بعد ما كيتسلقوا كنطحنوهم مزيان بالميكسور ونضيف عليهم شويه د الملحه، شويه د الابزار، ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر، شويه زيت البلديه وشويه الزعتر محكوك. كنردوا الكل على نار متوسطه حتى كتشحن داك الصلصه مزيان وترجع معنا خاتره. وكيكون هذا هو الشكل الصلصه ديالنا من بعد ما كتوجد، كتجي لذيذه ومنسمه. غادي نخليوها جانبا حتى تبرد ونمشيو نوجدوا الحشوه اللي غادي نعمروا بها البيتزا ديالنا. فواحد المقلاة وعلى نار متوسطه كنوضع شويه زيت البلديه، واحد 2 فصوص من الثوم محكوكين كنقليوهم واحد شويه حتى كيطلقوا لنا داك النسيمه ديالهم. من بعد كنضيف عليهم كميه من الكالامار وكميه من الكروفيت، وكنضيف عليهم شويه د الابزار وشويه د الملحه. كنشحرهم غير واحد شويه باش يجيونا منسمين، واحد 2 دقائق هكذا. تخليوهم شي كتر باش ما يقصحوش معكم وخايبه لكم باقي فيهم الماء. صافي هنا غادي نبداو نقرصوا البيتزا ديالنا. من بعد ما كيتضاعف الحجم ديال الكرات ديالنا، هانتوما العجينه كيفاش كتكون كامله فقاعات، هذا كيعني العجينه ديالنا ناجحه 100%. كنقرصوها غير بالايد ديالنا باش نبقاو محافظين على داك الهواء اللي تكون في العجين. كنحاولوا ما امكن نبسطوا العجين باش ما تجيناش البيتزا ديالنا غليظه. انا غادي نقرص 2 بهذا الشكل، كنخلي لهم داك الجنيبات طالعين. غادي نعملهم بالدجاج باش ما يجيلكمش الفيديو طويل. غادي نشارك معكم ان شاء الله هادو اللي عملتهم بالدجاج في فيديو مستقل. وبالنسبه لجوج اخرين غادي نبسطهم كيف ما كتلاحظوا عادي، كنبقاو كنقرصوهم وكنحاولوا نعطيهم شكل دائري، ومره مره نتاكدوا انهم ما لاصقينش. نرشوا شويه الفينو او الدقيق مزيان
حاولوا من الفوق ما نكثروش بزاف من الدقيق. صافي هنا من بعد ما كنطلقوا العجينه ديالنا كنوضعوها على ورق الطهي كيف ما كيبان لكم، بعد ما كنرشوه بشويه الفينو باش تجينا بيتزا ديالنا مقرمشه من التحت. كنحاولوا نسويوها بهذا الشكل ونثقبوها بواحد الفرشيط او هاد الاداه باش ما تجيناش البيتزا ديالنا غليظه، حيت في الفرن كتعاود تنتفخ. انا كيف ما كيبان لكم كنرقق لعجينه البيتزا ديالي، ما كنبغيش تكون البيتزا غليظه، وانتم كيبقى لكم الاختيار. غنبداو دابا نعملوا البيتزا ديالنا. كنوضع في الاول صلصه بيتزا، من بعد ما كتكون برده تماما، ضروري صلصه تكون بارده، الا عملتوها سخونه على العجينه غتعجن لكم العجينه وبالتالي غتجي لكم البيتزا ديالكم معجنه. كندهنوا كيف ما كتشوفوا بيتزا كامله بالصلصه، كنحاولوا نوزعوها مزيان حتى في الجوانب بهذا الشكل. من بعد كنوضع من فوق الصلصه الجبن موتزاريلا، يكون نوعيه جيده، يكون لذيذ ومعلق، حيت البيتزا هي الجبن. واخا تكون عجينه ناجحه وطريقه الطياب مضبوطه، الا ما كانتش الجبن مزيان غتكون بيتزا ناقصه. صافي كنوضعوا كميه اللي هي مزيانه ديال الجبن. من بعد كنوضع الكالامار كنوزعوه عشوائيا، وكذلك الكروفيت، وكنضيف ايضا قطع من السوريمي كنقطعو رقيق وكنوزعوه حتى هو عشوائيا فوق البيتزا. وفي الاخير كنوضع الفلفل الاخضر والاحمر كنقطعهم هكذا شرائح رقيقه وكنوضعهم من الفوق، كنخليهم خضر ما كنشحرهم ما والو. صافي وكندخل البيتزا ديالي للفرن. انا غادي نطرحها، كنوضع واحد الصينيه لتحت كيف ما موضح لكم في الفيديو، كنقلب على الوجه ديالها وكنشعل الفرن على اعلى درجه من الفوق ومن التحت مده 20 دقيقه. ضروري الفرن يكون سخون مزيان، حتى هذا سر من اسرار نجاح البيتزا وهو طريقه الطياب. من بعد كنطرحوا البيتزا ديالنا بهذه الطريقه، كنخليوها حتى كطيب، ما تفوتش 8 دقائق باش ما تقصحش معكم، الا بقات كثر غادي تقصح معكم بزاف. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. كتجي خفيفه ورطبه ومقرمشه من التحت ومعلكه كيف ما كتلاحظوا، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها وتعجبكم. وهنا حبيباتي غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساوش لايك الفيديو. شكرا على المتابعه، وملتقانا في فيديو جديد مع وصفه اخرى ان شاء الله.